اسمعوا بقى القرمشه كده وقولوا لي ايه رايكم. ما شاء الله، بصوا سامعين؟ ده صدر واحد، صدر فرخه واحد بس، اقل من نص كيلو، 400 جرام. بصوا ما شاء الله عامل ازاي، مقرمش ازاي. بصوا الكفر ما شاء الله ماسك ازاي، وحلو قوي قوي قوي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. عملت عزومه كاني بالظبط جايبه الاكل من المطعم. تعالوا بقى نشوف انا عملت ايه. بصوا هو صدر اهو واحد معايا، صدر فرخه واحد، ده 400 جرام بالظبط. هجيب بقى كده القطاعه. طبعا قبل اي حاجه نصلي ونسلم على رسولنا الكريم عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. صباح الخير وصباح الهنا وصباح كل حاجه حلوه على نيكم. انا هنا جبت صدر الفرخه ومش هغسله، هقطعه بس كده الاول قطع صغيره. بصوا قطعت اللي هي الحته اللي هي جوه الموزه دي، قطعتها اتنين. ممكن تقطعي اصغر من كده لان ما شاء الله كانت القطعه معايا برضو حجمها كبير. عايزه تقطعي قطع اصغر من كده قطعيه، ما فيش مشكله، هيبقى حلو قوي 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 وهيرمي معاكي كتير قوي. بصوا اهو شايفين ما شاء الله، يعني بقطع القطعه اهي. ودي برضو الموزه، المفروض كنت قطعتها مثلا على 3، بس ايه المره الجايه بقى، بس ما فيش مشكله. هقطع هنا ايه الصدر كله قطع كده، وبعدين هغسله غسله نظيفه بشويه ملح كده وبشويه خل كده، وهو صفيه كويس قوي. هحط بقى البهارات. البهارات عباره عن ايه؟ حاجات بسيطه قوي: ملح، بصل بودر، توم بودر. البصل ده البودر ده كان اخر حاجه عندي، عشان كده كنت بحاول افتح البتاع بتاعه التوابل دي عشان انزل البصل كله، بس هو نزلته برضو كله يعني. حطيت ملح، بصل بودر، توم بودر، حطيت بابريكا. هحط كمان فلفل اسمر، اوعي تنسيه عشان ده اساسي. هحط كاري. مش هحط حاجه تانية خالص، هزود بس ايه، هقلبه اديله كده تقليبه حلوه كده بالمعلقه. وحلاوة الأكلة دي إنها مش زي الفراخ البروستد، لأ، دي الفراخ البروستد لازم ننقعها قبلها بيوم ونقعد حاطينها قبلها بيوم. لأ، دي قبلها بساعة بالظبط، بساعة ونص تكوني عاملاها على ما تخلصي بقية شغلك، تكون هي اتبلت وبقت زي الفل. أنا زودت هنا شوية بابريكا لأن بحب البابريكا في الأكل كتير شوية. أهي شايفين؟ أركنها بقى. وتعالوا هجيب شوية بطاطس كده. أنا فكرة أنا قشرت بطاطس تاني يعني. هجيب شويه بطاطس وابدا كده اقشر فيهم عشان نقطعهم تقطيعه حلوه. يبقى بالظبط انا بالظبط هعمل اكل مطعم، هعمل اكل كاني بالظبط جايباه كده من المطعم وجبات. هتشوفوا دلوقتي. بصوا بقى، هبدا هنا اقطع بقى البطاطس اللهم صل على سيدنا محمد. اجيب بس اي اقطعه رايقه، انا رايقه والله. المشكله ان انا نسيت الكاميرا وهنا مفتوحه يعني، وانا بشيل الحاجه وبجيب الحاجه نسيتها مفتوحه. المهم جبت ايه، جبت القطاعه وجبت البتاع اللي بقطع بيها دي، حلوه قوي قوي، بطلع البطاطس زي ما انتم شايفينها كده مشنشره كده وحلوه قوي ما شاء الله. بصوا اهي، هبدا كده اقطعها كلها. وبعدين اللهم صل على سيدنا محمد، اغسلها برضو غسله نظيفه وانقعها بقى في شويه ميه وملح وخل، واسيبها كده منقوعه. بس تكون الميه ساقعه شويه، ما تكونش الميه سخنه. ميه الحنفيه اليومين النهارده سخنه، وامبارح بقالنا كام يوم عشان الجو حار، فكون بس الميه ساقعه شويه اهي. تعالوا بقى هنا على النار عشان كل ده الفراخ بتتبل على النار. معلقه زبده حلوه اهي اسيحها، احط عليها وعلقه واحده دقيق، مش هحط حاجه تاني، هي معلقه واحده دقيق على معلقه زبده حلوه. ولازم زبده على كوبايه لبن. بعد ما اسوي الدقيق اروح نازله بكوبايه اللبن واقلب اقلب كويس قوي عشان يبقى الخليط ناعم معايا. مش هحط حاجه غير شويه فلفل اسمر. مش هحط ملح دلوقتي. ليه مش هحط ملح دلوقتي؟ لاني حطيت هنا كوبايه كبيره، ما يعادل كوبايه كبيره جبنه موزاريلا. لو ما عندكيش بقى جبنه موزاريلا ما ت... لو قصدي لو ما عندكيش، انا ما كانش عندي جبنه شيدر، فانا هعمل جبنه موزاريلا حلوه قوي قوي قوي، هيبقى طعمها رهيب يعني. المهم شايفين القوام. طبعا انا عايزه لون الجبنه الشيدر، عندي لون اصفر، حطيت نقطه، هحط كمان نقطه عشان يديني اللون اللي انا عاوزاه. لقيتها دلعه، دقتها لقيتها عايزه سيكه ملح. بصوا ما شاء الله القوام بتاعها عايزه سيكه ملح كده، حطيت لها حاجه بسيطه قوي ملح وخلصت على كده. شايفين ما شاء الله ده صوص الجبنه الرهيب. عندك طبعا جبنه شيدر، هتحطي جبنه شيدر بدل الجبنه الموتزاريلا، او هتحطي موتزاريلا مع شيدر. بس انا ما كانش عندي شيدر، واكدبش عليكم الشيدر غاليه، الشيدر الاصليه غاليه. المهم ايه، خلصت كده صوص الجبنه. تعالوا بقى نعمل الكفر بقى ونبدا نشوف هنعمل ايه على طول. حطيت 5 معالق كبار مليانين، يعني كوبايه مثلا دقيق.
حطيتها في قلب البوله، ونفس البهارات اللي حطيتها على الفراخ هحطها، بس برضو بحط رشات بسيطه. اللي هزوده هنا هو ايه؟ الكركم، عشان يديني اللون الاصفر الحلو الذهبي ده. ماشي، هو ده اللي انا زودته بس، ما زودتش حاجه تاني. لكن كل البهارات اللي احنا قلنا عليها، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، ملح، كاري، اللهم صل على سيدنا محمد، زودت وفلفل اسمر، زودت بس ايه؟ الكركم. هاخد هنا منه معلقتين كبار في طبق، وابدا كده ايه؟ افكهم بشويه ميه لحد ما يبقى القوام، بصوا، زي البانكيك كده. شفتوا البانكيك؟ اخف كمان من البانكيك شويه، بصوا اهو، يبقى القوام ده. حطيت الزيت على النار. طبعا كل ده انا شغاله كله في وقت واحد، خلي بالك يعني انت ممكن تخلصي الاكله كلها في وقت واحد، ما تستنيش اعمل لكم بكره او هنبداها هعملها من النهارده ونعملها بكره، لا. حطيت البطاطس وانا على النار تتحمر، وانا وانا هنا بقى ايه؟ انا دلوقتي واقفه اهو، حاطه البطاطس على النار. هبدا اعمل ايه؟ هبدا بقى اعمل الفراخ اهي. هنزل كده واحده واحده بال من الفراخ على الخليط السائل اللي احنا عملناه، وابدا اقلب فيه كده كله كده واحده واحده كده، اغطسه في قلب الخليط، واطلعه من الخليط. بس اغطسه كويس، اطلعه كده واصفيه كويس، اطلعه احطه في قلب الدقيق اهو. بصوا، اسهل حاجه عندك. ولا جبتي ولا تجيبي كريسبي من بره، ولا تجيبي مش عارفه ايه، حاجات بسيطه وبتديكي نتيجه حلوه جدا جدا يعني. اهو طلعت كل الفراخ، وبدات هنا، بصوا انا بصوابعي، بصوا بصوابعي بقلبها. طبعا انا هنا هرجعها تاني للخليط السائل، بس انا ما رجعتش بقيه الفراخ للخليط السائل، لاني حسيت، خفت الكفر يبقى تخين عليها، فقلت لا، كفايه بس مره واحده بس، يعني مره واحده من الخليط السائل للخليط اللي هو للخليط الجاف اللي هو الدقيق. بس هي كفايه مره واحده بس، عشان ما يبقاش الكفر تخين قوي، وما يبقاش ايه وناشف ومش حلو. بس كده. طبعا الخليط ده طبعا كان قل زي ما انتم شايفين. رحت واخده معلقه دقيق من اللي انا شغاله بيه ده، حطيته عليه وزودت عليه شويه ميه وقلبته بس، فزاد معايا. هنا هقلب بقى الباقي كده. بصوا، شوفوا بقى منظره والتعريجات اللي ايه اللي هتبقى فيه، الخرفشه دي بتبقى حلوه قوي. هي دي بقى اللي بتدي ايه؟ الشكل بقى شكل الاكل المطعم يعني، فاهميني؟ اللي هو الكريسبي. اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو اللي بيقولوا البروستد، يعني شكل البروستد. هنا برسو كنت زودتها زي ما انا قلت لكم. بدات هنا انزل برضو بالقطع الفراخ، وده على طول نزلت بيها بقى في الدقيق، قلبتها كده، وعلى طول طلعتها بقى خلاص على الطبق. مش هديها ايه كفر تاني عشان ما يبقاش ايه تخين. طبعا لو وصلتي لحد هنا وعجبك الفيديو، اعملي بقى اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان اي جديد انزله على طول يوصلك اشعار بيه. متنسيش اللايك عشان اللايك بيرفع معانا الفيديو. خلصت هنا الفراخ كلها. الزيت اهو، انا كنت خلصت البطاطس اهي بقول لكم، ما شاء الله كانت بتخرفش برضو البطاطس كده مقرمشه بقى. بدات هنا الزيت. اولا الزيت كان سخن، بدات رحت موطيه عليه عشان مش عايزه الزيت يبقى سخن قوي، لان الزيت لو سخن قوي هيديكي لون والفراخ مش هتستوي. رحت موطيه على الزيت طبعا، بعد ما يعني سخونيته كانت متوسطه اهو، شايفين؟ سخونيته متوسطه وانا موطيه عليه عشان الفراخ تستوي براحتها وتاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله. ما تغمقش منك ولا تتحرق، وفي نفس الوقت تبقى من جوه مش مستويه. بصوا على طول بحط ايه وراه. تاني حاجه، ما تحطيش كميه كبيره، يعني ما تحطيش كميه من الفراخ، قطع الفراخ كتيره جنب بعضها، لا. زي ما انت شايفه كده انا حاطه ايه 6 قطع 7 قطع بس اهو. خلصت اهو. وادي التانيين، وادي ايه اخر حاجه ما شاء الله. ادي البطاطس اهي، كنت زودت بس بطاطستين كمان. وادي بصوا ما شاء الله الفراخ، اللهم بارك. شايفين الصدر عمل كميه قد ايه؟ يعني محدش هيصدق. وكل حاجه من بيتك، يعني كل حاجه من بيتك اهو ما شاء الله. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقى جبت الاطباق دي، وبدات حطيت شويه بطاطس، وبدات تعالوا بقى هنغرفها زي المطاعم اهو. شويه بطاطس، وبعدين حطيت عليها الفراخ وقطع الفراخ، وهي ما شاء الله شايفين المنظر. وكمان جبت عيش فينو قطعته كده بالطريقه دي عشان يبقى انت واكله في مطعم يعني. وادي صوص الجبنه اهو، بصوا ما شاء الله عامل ازاي. عايزه اقول لكم طعمه تحفه بجد والله، طعمه حلو قوي قوي قوي. فراخ مستويه من جوه قوي، والعيش طبعا معاها طعم تاني.
وما شاء الله لا قوه الا بالله، جبتي اكل، جبتي كام وجبه؟ جبتي 4 وجبات ما شاء الله مليانين، وعمرهم ما هيجولك كده من بره فيهم قطع الفراخ دي. وده بيبقوا حاطين عينات وايه وحتت صغيره قوي كده، قطع صغيره قوي كده. بصوا ما شاء الله، انا هبقى هزودها شويه جبنه كمان عشان ايه يعني ايه، لا لا تدي طعم بصراحه. بصوا من جوه بيضه ازاي ما شاء الله ومستويه. اشوفكم ان شاء الله يا رب كده على خير وسعاده يا رب وسلامه. قولوا لي ايه رايكم في الفيديو، ويا رب اكون بفيدكم. مع السلامه وباي باي.